3 علامات بتقول إن عندك مشكلة في الحدود. أول حاجة، بتستنى رأي الناس قبل ما تاخد أي قرار، بتحكي كل تفاصيل حياتك لأي حد. التعاطف زيادة مع الناس لدرجة إنك تنسى نفسك. يعني مثلا لو حد طلب منك أو منك فلوس حتى لو مش قادرين، بتلاقي نفسكم بتوافقوا عشان خايفين الطرف التاني يزعل ويسيبكم. 5 خطوات عملية تحطوا بيها حدود صح من غير ما تخسروا علاقاتكم. أول حاجة، إنك تعرف أصلا حدودك الداخلية. خد وقتك مع نفسك واسألها إيه المقبول بالنسبة لي وإيه اللي مش مقبول. يعني مثلا أنا موافق أساعدك مرة و2 لكن مش كل مرة. تاني حاجة، اعرف إن الاستغلال العاطفي غالباً بيجي من شخص قريب منك، لأن أنت اللي اديته المساحة. ممكن يبقى صديق أو قريب أو حتى شريك حياتك، لكن القرب مش مبرر للتجاوز في حدودك. تالت خطوة، عبر بوضوح عن اللي جواك. ما تفترضش أبداً إن اللي قدامك فهمك من غير كلام. في جملة بسيطة تقدر تقولها زي أنا بتضايق لما بيحصل كذا، أنا عاوز ده يتغير. كده بتوضح حدودك. رابع خطوة، ادي لنفسك الأولوية، وده على فكرة مش أنانية. حب نفسك معناها إنك بتحافظ على طاقتك عشان تعرف تدي بحب وبصدق. اتعلم فن إنك تقول لأ. يعني لو حد طلب منك حاجة وإنت مش قادر، عادي جدا تقوله أنا مقدر طلبك بس مش هقدر أساعدك دلوقتي. جملة قصيرة محترمة وبتحافظ فيها على حدود العلاقة. افتكر دايما اللي بيحبك هيحترم حدودك، واللي بيزعل من حدودك غالبا كان مستفيد من غيابها.